بي شارك الدودو ايه اللي هناك جاي من ده؟ كرش. تعالي، انت خايفة ليه؟ تعالي، انا على فكرة ما بخوف. بجد ما بتخوفيش. طب انت جايه لي ليه يعني؟ ليش معنى انا؟ عشان انا جاية من كوكب زمون، اشترك والا هاكلك. في بيت كان في بنت ومامتها. فجأة البنت جات لها فكرة. ماما في ايه اسراء؟ خضتيني. عندي فكرة جهنمية بجد يا ماما. ايه هي؟ قوليها بسرعة. تعرفاني بقى بحب افكارك المجنونة. بصي يا ماما، الفكرة هي ان انا اروح عارفة المدرسة الجديدة اللي بنت جديد دي اللي جنبنا دي؟ ايوه عارفاها. اوعي تقولي انك هتروحيها وتقضي فيها يوم كامل. ايوه بالظبط. ازاي عرفتي؟ قرأت افكارك، ما انا مجنونة زيك. ماشي، بكره بقى يا ماما هبدأ اروح. تمام ماشي. انا طلعت يا ماما متحمسه قوي. بنهديني ويديها على الافكار المجنونه اللي احنا بنجيبها دي. حماس جدا، متحمسه جدا. وفي اليوم التالي اسراء يا اسراء. اوف مش عايزه تصحي. ماشي انا هوريكي. جاتلك يا حلوه، خدي. وايه الميه دي يا ماما؟ جت منين؟ بقى يا حبيبتي هيكون منين يعني يا ماما؟ بقى بس هزاري. لا ما بهزرش. يلا اصحي عشان تلبسي عشان نروح المدرسه. يلا. حاضر. خلصت. ساعة يا حبيبتي. يا ماما ساعة. يلا بقى ستوب كده ونبدأ ناخد جولة على المدرسة. نرجع بقى بعد ما المدير فرجت المدرسة كلها على إسراء. بجد ما شاء الله المدرسة في قمة الروعة. ربنا يخليكي. يلا بقى أول حصة هتبدأ كمان شوية. يلا بقى يا إسراء روحي للفصل. تمام ماشي. تقدري تتفضلي. بصي بس عايزة أقولك حاجة. اتفضلي. إسراء طبعا يعني مش بتروح أي مكان غير لما تعمل مشاكل، فلو عملت مشاكل اعذريها لأنها أول يوم يعني. تمام ماشي. طيب شكرا. كويسة جدا. ازيك يا مستر؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. تمام شكرا. ايه ده؟ ايه الجديدة؟ ايه ده؟ ايوه البنت فعلا. غريبة. ايوه ايه البنت اللي الغريبة بقى على العيال دول عمالين يتكلموا عليها. مش نقول بقى كل واحد يبص في ورقته يا عيال؟ يلا ركزوا معايا انتوا يا عيال. يبقى قلنا مثلا ده الرمز للايه؟ للألمونيوم يا مستر. شطورة جدا يا إسراء. طول الحصة يا إسراء بتركز جدا وبتجاوب مع المستر والكل مندهش منها. واللي فوق العدد الكتلي. شطورة جدا يا إسراء، دي انت مشغلة مخك معايا. ايوه يا مستر الحاجات دي سهلة جدا. سهلة جدا. ايه ده؟ ايه البنت دي؟ هي جاية منين دي؟ من كوكب المريخ؟ اوف بجد نسيت منها. اوف ايه البنت دي؟ مش عارفة بس شكلها شاطرة زيي. انتوا كل اللي همك شاطرة. ياخد عصير كده ولا اي حاجة. كد ريقي نشف. اوف. هاي. اهلا. في حاجة يا اساتذة؟ كنا عايزين نسأل اسمك ايه؟ اسمي اسراء. وانت بتتكلمي كده ليه؟ انت متعصبة مننا ولا حاجة؟ لا يا حبيبتي ولا حاجة. طيب ماشي يا اسراء، تعالي نقعد شوية برا. لا انا عاوزة اقعد هنا. تقعدي هنا. طيب خلاص انا تعالي يلا يا نور. طيب بنات، في ايه؟ احكي بسرعة يا بنات الحقوني. مش عارفين البنت اللي جايه جديد دي؟ عارفاها. استني مخلع النضارة. عارفاها. البنت دي بجد مش عارفه تتكلم كده ليه. هي انا مش طايقانه. هو حد بيتكم؟ قصدي لا ملهاش حق بصراحه. ايوه. طيب انا داخله الحمام، تعالي معايا. تمام ماشي. اوف بجد ما بحبش البنت دي ولا حتى انا. البنات دول يعني مش عارفه ايه ده، جايين منين دول اصلا. في اثناء الكل عمال يتكلم عن البنت دي فجاه بصوا بقى يا حلوين.
ركزوا معايا كده وشغلوا مخكم معايا. انا مش عاوزه لف ودوران، مش عاوزه كلام كتير عني، تمام؟ بنت جديده زي اي بنت تقدروا تتكلموا عنها يومين ولا يوم. ايه انت بجد اوفرتيها؟ ايه الكلام ده؟ على فكره مالكيش دعوه، نتكلم براحتنا عند بيتكم يا حلوين. تتكلموا براحتكم عند بيتكم، بس تتكلموا براحتكم عني لا. سامعين ولا لا؟ الكلام ده ليكوا كلكم، والا والله لا لمسك اللي بيتكلم عليا ده وافشخه. امال يلا يا حلوين، سي يو سون. الحصه بدات. اوف بكره البنت دي بجد. وانا اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ الحمد لله يا مس. طيب انا مس العلوم، هديكم النهارده علوم وركزوا معايا كده، خليكم شاطرين فيها. تمام تمام يا مس. هو ليه ما حدش بيتكلم غير البنت دي؟ في ايه؟ ما تردوا. تمام يا مس. تمام تمام. اسمي اسراء يا مس، ليا اسم على فكره. تمام معلش، انا ما كنتش على فكره عشان انت بنت جديده. ايوه. طيب يلا ركزوا معايا. هنبدا ناخد جسم الحيوان ده بيتكون من ايه، وهنستكشف حاجات فيه. بعد الحصه يلا يا حبيبي، انا مس الارض. يس، اكتر ماده بحبها. طبيعي، ما هي كل اللي همها الرسم وخلاص، مش همها الدراسه ولا اي حاجه. ممكن تحترمي نفسك؟ سمعتك يا جبانه انتي، جبانه في عينك يا ماما، ولو طلعتي تتكلمي زي الناس. بصي بقى يا حلوه، انت مش عارفه انا مين، ولا اقربلك ايه، ولا اي حاجه عني. حتى مش عارفه اسمي. لا عارفه اسمك والنص. طيب حتى لو عارفه اسمي، فانتي مالكيش دعوه بيا ولا ليا دعوه بيكي. وعارفه لو قربتي بس تقربي لي انا هعمل فيكي ايه؟ يلا سلام يا بطه. بتستفزني وانا اكتر. حصه الرسم، يلا وريني ابداعك. يلا يا اسراء. تمام. اهو يا مس. حلو. ايوه بجد مش حلو خالص، شبهك. انا هوريك بجد سكتك كتير. ايه ده؟ المديرة جت ولقيتهم عاملين يشدوا شعر بعض. بتعملوا ايه انتوا مجانين؟ انتوا عاملين تشدوا شعر بعض؟ ايوه يا مس، خليهم كده. تخش البيت اللي اسمها اسراء عشان بجد رخمة جدا. شبهك انت كمان تعاليلي. اوف تعالي يا اسراء تعالي. شعري بجد وجعني بجد. منها لله البت اسراء دي انا اوريها. شفتي العيال دول عاملين يعملوا ايه؟ عاملين يدعوني من الصبح، وانا بقى ما رضيتش اعمل لهم اي حاجه وبقول لهم كلام كده وخلاص. بس خلاص، انا خلاص تعبت. صبري نفذ خلاص. اهدي كده يا اسراء، ده اول يوم ليكي. في ايه؟ اول يوم ليا؟ يا ريت يا ريت يكون اول يوم ليا ويحترموني شويه. اول يوم ليا ولا كأني قعدت في المدرسة 50 يوم. طيب اسراء، انا هتصل على مامتك بقى عشان تاخدك. لا لا مش عاوزة، اصلا دي اخر حصة، واقسم بالله لو عملت لي اي حاجة تاني انا هوريها اكتر من كده. يا رب يا اسراء، مامتك هتحسى. بصي يا بنت انتي، لو فكرتي بس تقربي لي تاني انا هوريكي. الكلام ده مش معايا. انتوا مش موجود مدرسة ولا ايه؟ المفروض اربيكوا. لا يا مس لو سمحتي بقى ما تغلطيش فيا، عشان هي اللي بدأت وعمالة ترخم عليا من الصبح. لا يا مس صدقيني، لا يا مس. ايوه يا مس، بصراحة يا مس ايوه، انا شايفاها طول النهار عمالة ترخم عليها. وانا يا مس. ماشي ماشي كلكم ماشي، انا اوريكم. تعالي بس، يلا يلا كل واحد يشوف مامته وباباه جه ولا لسه. يلا مفيش حصة خلاص. سلام يا حلوة. اسراء في ايه؟ مفيش حاجة يا ماما. يلا يا ماما نروح البيت عشان بجد انا مش قادرة اقعد هنا اكتر. في ايه بس؟ احكي. ماما العيال رخمة جدا 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 بجد يا ماما. في عيلين يعني ارخم من بعض بصراحة، عاملين طول النهار ملزقين فيا وعاملين يرخموا عليا. انا بقى مش سبتهم غير ما شديت شعرهم هما الاتنين. ايه؟ قلبي كان حاسس. كل مدرسة تروحي بتعمل فيها كده، حرام عليكي. سيبك منهم، ما يستاهلوش. يا ربي عليكي يا اسراء، هتفضلي طول عمرك كده.